النهاردة هنتكلم عن كلمة صغيرة بس مهمة جدا في الانجليزي، وهي ذا. ايه معناها؟ بنستخدمها امتى؟ ويعني ايه اصلا definite article اللي احنا كنا شايفينها؟ definite article معناها أداة المعرفة، حاجة معروفة ومحددة. يلا بينا نعرف مع بعض بقية المعلومات. كلمة ذا معناها انك بتتكلم عن حاجة معروفة او محددة، يعني مش اي حاجة وخلاص، حاجة معينة. الامثلة بتقول I saw a cat، اي قطة، انا شفت اي قطة. انما لو قلت I saw the cat كده انا بتكلم عن القطة اللي انا وانت عارفينها او اتكلمنا عنها قبل كده. بنستخدم ذا لما الحاجة تكون: واحد، معروفة قبل كده، اتنين، موجودة واحدة منها بس، تلاتة، حاجة كل الناس عارفاها. أمثلة: the sun, the Nile river, the president, the school we go to. يبقى the sun, the Nile river, the president, the school we go to. خد بالك، ما بنستخدمش ذا مع الأسماء الشخصية، يعني مش بنقول ذا أحمد أو ذي أحمد، ما ينفعش. الألعاب الرياضية بنقول I play football مش the football. الوجبات بنقول I eat lunch مش I eat the lunch، إلا لو بنتكلم عن وجبة معينة. في جمل مشهورة دايما بنستعمل فيها ذا، زي ايه؟ the end the best, the same, the first, the second, the last. يلا نتمرن شوية. الجملة رقم 1 بتقول I saw not sun in the sky. الجملة رقم 2 بتقول he is not best player on the team. رقم 3 بتقول I met not teacher you told me about. والإجابات هي I saw the sun in the sky, he is the best player on the team, I met the teacher you told me about. تعالوا نقرأ الباراجراف الصغير اللي معانا ده. بنقول The dog is in the garden. The garden is big. The sun is shining. The dog sees a cat. The cat runs away. The dog barks. The cat climbs the tree. خلاصة الكلام: ذا بتساوي الحاجة المعروفة، بنستخدمها مع حاجة كلنا عارفينها أو متفقين عليها، بنستعملها كتير جدا في الكلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب في الكومنتات ايه اكتر جملة عجبتك فيها ذا. اشوفكم الفيديو الجاي. كنتم مع عبد الله إيهاب بدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.